سيدي رسول الله، هذا آخر ما نزل من الوحي بفضل الله. أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيد وجهده في كتابة الوحي، ثم طلب منه أن يجلس لأنه سيكلفه بأمر آخر في غاية الأهمية. خيرا يا رسول الله. أخبره صلى الله عليه وسلم أنه والحمد لله قد بدأ في إبلاغ دعوته للعالم خارج نطاق الجزيرة العربية، فأصبح يرسل كتبه لكافة الملوك والقياصرة، وتأتيه منهم كتبهم أيضاً. الحمد لله رب العالمين. قال النبي إنه يعرف أن زيداً سريع التعلم، فطلب منه أن يتعلم لغات هؤلاء القوم حتى يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يتبادل معهم الرسائل. سمعا وطاعة يا رسول الله، شرف كبير لي أن تختارني لهذه المهمة، ولكن بأي لغة أبدأ؟ طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بتعلم العبرية لغة اليهود لأنه لا يأمنهم. حسن، سأبدأ في تعلم العبرية. فسأله رسول الله كم من الوقت سيحتاج لإتقانها. أدعو الله ألا أحتاج أكثر من شهر واحد. اندهش رسول الله من أن زيداً سيتعلم العبرية في شهر واحد فقط، ثم دعا له الله أن يعينه على تعلمها، وطلب منه أن يبقي كل ما سيرد إليه من كتب اليهود أو كل ما يرسله هو إليهم سراً بينه وبين الرسول، لأنه صلى الله عليه وسلم يكره أن يطلع أحداً عليه حتى يأمن مكرهم. اطمئن يا نبي الله، سأكون أميناً على ترجمة هذه الرسائل كما كنت أميناً في كتابة الوحي بفضل الله. عكف زيد بن ثابت على تعلم اللغة العبرية كما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك بكل ما لديه من طاقة وموهبة وحب لله ورسوله. لم تخرج من بيتك منذ أسبوع. نعم يا عبد الله، وعدت رسول الله أن أتعلم العبرية في شهر واحد. وهل ستقدر على ذلك؟ إن شاء الله. هذا صعب جدا. ربما، ولكن ليس أمامي خيار آخر. لماذا وضعت نفسك في هذا الامتحان الصعب؟ لأنني أدركت أن رسول الله يريدني أن أتعلمها بسرعة. يمكنك أن تطلب منه مهلة أخرى. ها؟ لا، سأنجز المهمة في المهلة المحددة إن شاء الله. أراك سعيدا أن اختارك رسول الله لهذه المهمة. نعم يا عبد الله، من كرمه الشديد أن وثق بي رغم صغر سني، كما أنني أصبحت أحب تعلم اللغات الأجنبية كما أحببت كتابة الوحي. وأحببت أنا كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ وهل طلب منك رسول الله أن تكتب عنه أحاديثه؟ لا، لم يطلب مني ولا من غيري، ولكني رأيت كثيرا من الصحابة يروون عنه ما سمعوه منه معتمدين على حفظهم لكلامه. نعم، لأنهم لا يجيدون الكتابة. فأحببت أنا أن أعتمد على الكتابة التي أجيدها، حتى لا أنسى كلمة واحدة أو حرفا واحدا مما أسمعه من نبي الله ثم أرويه عنه. ومتى تنتهي من تعلم السريانية؟ لقد تعلمتها بالفعل. بهذه السرعة؟ أخذت مني 17 يوما، أكثر بيومين من تعلم العبرية للأسف. تتعلم السريانية في 17 يوما فقط، وتقول للأسف؟ بدأت أكتب بها رسائل رسول الله إلى ملوك آسيا وإفريقيا، وأقرأ له رسائلهم إليه. وماذا يقولون للرسول في هذه الرسائل؟ عفوا يا سلمان، إنها أسرار دولة، وقد وعدت رسول الله ألا أبوح بهذه الأسرار أبدا. بارك الله فيك يا زيد. أتعرف بماذا يسميك الناس الآن في المدينة؟ بماذا يسمونني؟ ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمان رسول الله؟ يا له من لقب عظيم. أضف إليه أنك أيضا كاتب الوحي وحافظ القرآن. ولكن يا سلمان، أترى ذلك يكفيني؟ أرى والله أنه شرف عظيم،
ولكن قل لي، ماذا ترى أنت؟ أشعر أن سعادتي بالجهاد في سبيل الله أعظم من أي شيء آخر، وأخشى أن اهتمامي بالترجمة وكتابة الوحي قد يشغلني عن القتال مع المسلمين في معاركهم التي يدافعون فيها عن دين الله. أدرك رسول الله رغبة زيد بن ثابت في الجهاد والقتال رغم انشغاله بالقرآن والترجمة، فأشركه في معظم المعارك التي خاضها من أجل نشر دين الله في أرض الله. وفي غزوة تبوك كانت راية المسلمين مع عمارة بن حزم، فاقترب منه رسول الله وأمره أن يسلم الراية لزيد بن ثابت. لماذا يا رسول الله؟ هل بلغك عني شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا والله يا عمارة، ولكن زيدا أجدر منك بحمل الراية، فهو أكثر أخذا بالقرآن. سمعا وطاعة يا رسول الله. تفضل يا أخي زيد راية المسلمين. تسلم زيد بن ثابت راية المسلمين في غزوة تبوك، وأدرك ساعتها أن انشغاله بالقرآن والترجمة لن يبعده أبداً عن الجهاد في سبيل الله، بل على العكس، فهو يزيد قدره بين المسلمين ويعلي من شأنه في أمر الجهاد. فقد رأى رسول الله أن حامل القرآن هو أجدر بحمل راية القتال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في بيت رسول الله ظل زيد بن ثابت يراجع معه صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بالترتيب النهائي للسور والآيات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الآن يا رسول الله نكون قد انتهينا من مراجعة القرآن كاملا هذا العام. حمد رسول الله ربه وأثنى عليه، وشكر زيدا على كتابته للقرآن ومراجعته، ثم طلب منه أن يراجع معه القرآن مرة أخرى هذا العام. سمعا وطاعة يا رسول الله، ولكن لماذا نراجعه مرتين هذا العام؟ وكنا نراجعه من قبل مرة واحدة فقط في كل عام. قال صلى الله عليه وسلم: إنه يريد مراجعة القرآن مرتين بعد أن اكتمل نزول الوحي، ولكن زيدا شعر أن رسول الله يخفي شيئا مهما كره أن يصرح به. حسنا يا رسول الله، نراجعه مرة أخرى بداية من الغد إن شاء الله. ثم وصاه صلى الله عليه وسلم بضرورة حفظ نسخة القرآن التي لديه حالياً، فهي النسخة الوحيدة الكاملة من القرآن حتى الآن، والمطابقة لنزول الوحي بترتيب السور وترتيب الآيات في السور. بالطبع يا نبي الله، إنها والله لأمانة ولن أضيعها أبداً.